بتقول advices، في natures، informations، كل دي كلمات ساعات تفكر ان هي جمع ونزود لها اس، بس في الحقيقة غلط جدا. حتى الموني، الفلوس، مش بتتعد. في الفيديو ده هنفهم ليه الكلمات دي وغيرها كتير uncountable nouns يعني مش بتتعد. ازاي نستخدمها صح من غير ما نغلط فيها تاني، ده موضوعنا النهاردة ان شاء الله. جاهز؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من حلقاتنا في بينجو لايت. النهاردة إن شاء الله مكملين على نفس موضوعنا في الحلقة اللي فاتت، بنتكلم على الناونز. وبعد ما عرفنا يعني إيه ناون، إزاي أشوف في الجملة أو أحدده في الجملة، بنكمل كلامنا النهاردة ونسأل سؤال مهم جدا: Where do nouns come in a sentence؟ أول حاجة خلينا نفهم إن الأسماء بيكون مكانها فين في الجملة. ممكن تكون الناونز اللي في الجملة دي act as a subject، يعني كأن هي فاعل في الجملة أو بتكون فاعل في الجملة. يعني مثلا لما نقول cats kill mice، فهنا السبجكت ده اللي هو الكاتس. الناونز ممكن تكون act as an object، يعني كأن هي مفعول في نفس الجملة. هنلاقي إن كلمة mice هي الأوبجكت ودي ناون. الناون ممكن يكون complement يعني بيكمل المعنى وبيديني مفهوم جميل للمعنى. they are men for example. الأسماء بتيجي دايما بعد أدوات زي a and some many، ممكن تيجي بعد adjectives الصفات زي drunk nice tall and so on. طيب دلوقتي تعال نعرف معلومة مهمة جدا. What is the difference between countable and uncountable nouns؟ ما هو الفرق الجوهري أو الملحوظ ما بين ال countable وال uncountable nouns؟ الفرق بين ال countable وال uncountable nouns بسيط جدا. ال countable noun هذا بنعده، يعني book يبقى box، apple apples، mistake mistakes، حاجات بنشوفها قدامنا ونعدها. انما ال uncountable nouns الاسم غير المعدود دي كميات quantities مش بتتعد، زي milk money في nature information. هذه كلمات uncountable، يعني ما ينفعش تقول ابدا I have many في natures، انما الصح ان احنا نقول I have some في النيتشر. لما نحب نعد الحاجات او الاسماء اللي هي uncountable بنستخدم expressions زي مثلا a piece of information، an item of news، two bottles of milk. دي كده احنا بنعد الكوانتيتيز او بنعد الاشياء اللي بتحتوي على الناونز دي. ولكن في اسماء ناونز ممكن تكون countable او uncountable nouns على حسب معناها في الجمله. مثلا زي hair الشعر، ممكن تكون countable او ممكن تكون uncountable noun. يعني مثلا for example I found a hair in soup، انا والله لقيت شعره وانا بشرب الشرب. a hair هنا just one، فهي countable. ممكن نقول مثلا my daughter has a long hair in a common، حاجة عامة، حاجة اسم in common، فهو يبقى هنا معناه الشعر عموما، فدي uncountable noun. ممكن نقول مثلا can you turn on the light، ممكن تقيد النور، ممكن تطفي النور كده، فاللايت هنا in common عموما فهو uncountable. ممكن نقول مثلا ونسأل سؤال how many lights in the room، كم عدد المصابيح في الغرفة. في بعض الأسماء ممكن تكون countable أو uncountable nouns، وده بيكون على حسب سياقها أو على حسب السياق والمعنى في الجملة. في النهاية أعتقد إن كده الصورة وضحت بشكل كبير. قبل ما تستخدم أي اسم اسأل نفسك هل هو countable ولا uncountable، ينفع أعده ولا ما ينفعش أعده. تابعونا إن شاء الله نكمل كلامنا في الناونز في الحلقة الجاية. يا رب نكون استفدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.